الاهم او بخلاف اهميه المباراه طبعا، لكن في امور اخرى مهمه مصارعه على الساحه وهتفضل مصارعه على مدار الايام الحاليه، واحنا في فتره الانتقالات الصيفيه وخلاص باب القيد فتح هنا في مصر، فالتساؤلات كتيره. والحمد لله الحمد لله بمجهود فريق العمل كله، احنا على مدار الفتره اللي فاتت كلها الحمد لله اخبار كتيره جدا جدا بنقولها لحضراتكم وكواليس كتيره جدا جدا بنحكيها لحضراتكم بادق التفاصيل، بادق التفاصيل، والحمد لله ربنا بيوفقنا فيها بنسبه تفوق ال 95% يعني الحمد لله. فبالتالي اتكلمنا في اكتر من ملف على مدار الفتره اللي فاتت، لكن قبل ما اتكلم في حته الصفقات لانها هربطها بتصريحات كولر النهارده اللي تطرق في المؤتمر الصحفي عقب مباراه الاهلي والداخليه لجزئيتين مهمين جدا. اول جزئيه هو المهاجم. الناس الصحفيين سالوه موقف المهاجم، الاهلي هيجيب مهاجم ولا لا بعد ما صفقه رضا سليم خلاص خلصت وكلام من ده، واحنا حكينا لحضراتكم وهقول لكم تفاصيل جديده النهارده. فكان الرد بتاع كولر ان يا جماعه احنا لسه بنبحث عن مهاجم. خلي بالك من المصطلحات اللي قالها كولر، قال لك بالظبط لسه قدامنا وقت وما زلنا نبحث عن مهاجم. فانا طبعا التصريح ده مش هنسمعه ونسكت على كده، احنا حاولنا نوصل للمعلومه ونحاول ان احنا نعرف ايه التفاصيل الجديده وايه اللي معطل النادي الاهلي في ملف بقاله سنتين الاهلي بيحاول يحسمه، هو ملف المهاجم. لان كل الدنيا في مصر كل الناس مقره بان الاهلي محتاج مهاجم. طب ايه الجديد في الملف ده؟ الجديد يا جماعه ان حتى هذه اللحظه كولر متمسك اشد التمسك بالتعاقد مع مين؟ جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي المحترف في جنبوك هونداي الكوري الجنوبي. والمفاوضات كانت ماشيه بشكل كويس، بل اكتر كمان من كده المفاوضات انتهت بنجاح. ركز معايا في الكلام، المفاوضات ما بين الاهلي والنادي الكوري الجنوبي انتهت بنجاح تام وكل الاتفاقات تمت. الاكتر كمان من كده ان الاهلي اتفق مع جوستافو سوزا على كل شيء، واحنا الكلام ده من حوالي 10 ايام حكيناه لحضراتكم وقلنا بالظبط بادق التفاصيل. كل حاجه ماشيه بشكل كويس. طب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله ان المدرب بتاع جنبوك هونداي الكوري الجنوبي هو اللي معطل الصفقه، والناس المسؤولين هناك بتوع الفريق الكوري يعني ايه رجل ورا ورجل قدام رغم اتمامهم كل الاتفاقات مع النادي الاهلي. طيب هنا النادي الاهلي بيعمل ايه؟ عشان بشرح لك بالظبط اللي بيحصل. النادي الاهلي ابلغ كولر بالموقف، قال لهم يا جماعه انا مستعد استنى حبه كمان علشان نتعاقد مع اللاعب ده، هو ده اللي هيلبي الافكار اللي انا عايزها من خلال مقاومات معينه للمهاجم، هو ده. فبعد اذنكم حاولوا بكل قوه انكم تحسموا ملف جوستافو سوزا، ولو ما عرفتوش تحسموه او لو ما فيش توفيق في الصفقه ولو النادي بتاعه تمسك بيه لهذه الدرجه فهنبص في الخيارات. بالفعل النادي الاهلي ما زال على تواصل او لا زال على تواصل مع جوستافو سوزا، والتواصل في طريق محاوله اقناع ناديه، واللي بيقنع دلوقتي نادي جنبوك هونداي هو سوزا ذات نفسه، بيضغط بكل قوه. اللاعب عنده رغبه قويه قوي وهيئ نفسه نفسيا وذهنيا وكل شيء انه ينضم للنادي الاهلي، بدليل ان اخر ماتش لعبه وجاب فيه جون كان بيبكي بعد المباراه لانه خلاص عارف انه ماشي، لان الاتفاقات كانت منتهيه واحنا عرضنا على حضراتكم كل الفيديوهات. فدلوقتي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل بالظبط دلوقتي في ملف سوزا اللي متمسك بيه، حتى لو حضرتك مختلف على امكانياته مش مقتنع بامكانياته الفنيه، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان سوزا ذات نفسه بيحاول يقنع ناديه الكوري انه يسيبه يمشي، خصوصا ان الاهلي وافق على كل الشروط بتاعه جنبوك هونداي، وان اللاعب خلص كل البنود الخاصه بعقده مع النادي الاهلي ووقع وكل شيء. فاللاعب دلوقتي بيضغط. طيب هل الاهلي ساكت عند الحته دي؟ لا، الاهلي مش ساكت. الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ الاهلي في شوط مهم قوي في التفاوض مع مهاجم افريقي محترف في اوروبا. اقول لك بقى على حاجه اكتر، المهاجم ده الافريقي المحترف في اوروبا ده في قناعه تامه بامكانياته داخل النادي الاهلي. هتقول لي يعني مش مقتنعين بجوستافو سوزا؟ هقول لك مش حته مش مقتنعين، انا بتكلم على مسؤولي الكوره داخل النادي الاهلي، مش حته مش مقتنعين، هي حته ان المدرب عايز ده انا هلبي له اللي هو عايزه كاداره، هو ده السيستم داخل النادي الاهلي. لكن ممكن انا يكون عندي قناعات ان في لاعب احسن من سوزا قدامي، لكن حتى لو انا قناعاتي عكس المدرب انا هنفذ طلب المدرب. فالمدرب عايز سوزا، بنحاول بكل ما اوتينا من قوه، ده لسان حال اداره النادي الاهلي ومسؤولي التعاقدات ان احنا نلبي له طلبه. فالاهلي منتظر سوزا ومستني على سوزا لحد اخر نفس، لحد اخر نفس. نجح عم سوزا ان هو يقنع اداره ناديه
ويمشي ويقنع المدرب بتاعه والضغط بتاعه يجيب نتيجه، هيمشي وهيجي النادي الاهلي وهيبقى هو ده المهاجم الجديد للنادي الاهلي. ما نجحش سوزا، الاهلي هيتعاقد مع مهاجم افريقي محترف في الدوريات الاوروبيه. عشان اكون دقيق معاكم قوي، مش عارف بالظبط جنسيته ايه، كل عارف ان هو افريقي محترف في اوروبا، وفي نفس الوقت ما اعرفش اسمه. انا بجيب من الاخر، ما اقعدش بقى انا اقول لك عارف اسمه مش هقول الجو ده، انا ما بعرفش اعمله، انا بقول لك المعلومه اللي عندي. فده بخصوص ملف المهاجم بما ان كولر النهارده اتكلم عنه. الملف الثاني بتاع حراسه المرمى، وهو اتكلم على حته الاعتماد على حراس او حارس مرمى في الدوري وحارس مرمى في الكاس. هو مش مع النظريه دي خالص، هو عنده حارس اساسي وحارس بديل وحارس ثالث. دلوقتي الناس بتسال هل بعد رحيل علي لطفي بشكل رسمي وتوجيه الشكر ليه الاهلي هيتعاقد مع حارس ثاني؟ ده مش هيحصل. ليه؟ لان دي رغبه كولر، دي رغبه كولر. الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، دول حراس النادي الاهلي خلاص في قائمته الموسم الجديد، والموضوع منتهي تماما. طيب